أكيد كل ما بيجي ميعاد الصيانة بتسأل نفسك نفس السؤال: أصين جوه التوكيل بتكلفة أعلى ولا بره التوكيل وأوفر فلوس؟ أنا مؤمن الوزير، والنهاردة هريحكم من الحيرة دي وأقول لكم تعملوا إيه. قبل ما نكمل الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو بتشوفوا الفيديو من اليوتيوب بفكركم بالاشتراك في القناة وتفعلوا الإشعارات، ولو بتتفرجوا من الفيسبوك ما تنسوش لايك وفولو للبيج عشان تتابعوا أخبار العربيات أول بأول. تعالوا بينا نعرف الأول إيه مميزات وعيوب الصيانة في التوكيل والصيانة بره التوكيل. أول حاجة التوكيل. مميزات التوكيل إن أنت ضامن إن قطع الغيار أصلية 100% ومضمونة، وتاني حاجة إن عربيتك في الضمان هتفضل في الضمان ومش تخرج منه، وتالت حاجة الشغل زي ما قال الكتاب بالظبط وزي ما قالت الجهة المصنعة أو الشركة المصنعة للعربية، فمش هتلاقي فيه أي لعبة أو أي أخطاء فيها. وآخر حاجة وهي إن عندك سجل صيانة رسمي ومضمون وموجود جوه التوكيل. نيجي بقى لعيوب التوكيل. أول حاجة وهي زيادة التكلفة بصورة واضحة جوه التوكيل عن بره التوكيل، وتاني حاجة هي الانتظار بيبقى بمدة أطول جوه فروع التوكيلات. تاني حاجة وهي الصيانة بره التوكيل. المميزات بتاعتها: أول حاجة إن في فرق سعر واضح لصالح الصيانة بره التوكيل، تبقى التكلفة أقل. تاني حاجة في عندك مرونة في اختيار قطع الغيار، مش شرط أنت تجيب قطعة الغيار الأصلية بس. وتالت حاجة وهي إن عربيتك تفضل موجودة تحت عين. نيجي بقى لعيوب الصيانة بره التوكيل. أول حاجة وهي إن قطع الغيار ممكن يكون في منها كتير مضروب. تاني حاجة وهي إن مفيش سجل رسمي لصيانة العربية موجود، يعني مش تبقى في حاجه معترف بيها. وتالت حاجه وهي ان ضمان العربيه للاسف هيروح عليك. طب امتى اعمل صيانه في التوكيل وامتى اقول خلاص كفايه كده واعمل صيانه بره التوكيل؟ قولا واحدا وده رايي الشخصي: لو عربيتك طالما هي في الضمان خليك مع الضمان لاخر نفس. لو ضمان عربيتك 6 سنين او 5 سنين ايا يكن، خليك مكمل مع الضمان لحد الاخر، وده رايي الشخصي. ولكن لو انت عايز توفر قدر من الفلوس، مش هتبقى صيانه زي التوكيل بالظبط او كتكلفه زي التوكيل، تبقى اقل منها ولكن مش بفرق كبير قوي، فممكن تتجه لمراكز الخدمه المعتمده. يعني تتصل على التوكيل بتاع عربيتك تساله ايه هي اقرب مراكز خدمه معتمده ليك، تلاقي فيها فرق في التكلفه ولكن هيبقى قليل، مش هيبقى فرق كبير قوي، ولكن في نفس الوقت انت محافظ على الضمان بتاع العربيه بتاعتك. طب لو عربيتك اصلا بره الضمان تعمل ايه؟ انت كده خلاص مش مجبر ان انت تعمل صيانتك مع التوكيل عشان تحافظ على الضمان، فتقدر ان انت تتجه لاي ميكانيكي بره او اي مركز بره. ولكن لو انت برضه عايز تاخد نفس الاكسبيرينس بتاعت التوكيل او يعني تجربه مقاربه بيها شويه، وبرضه حد يكون فاهم العربيه بتاعتك وعارف العربيه المسمار فيها عامل ازاي وكل حركه فيها ازاي، فبرضه هترجع تتجه لخدمات او لمراكز الخدمه المعتمده. ده برضو زي ما قلنا مش هيبقى فيه فرق، يعني انت كده تبقى في النص، ولا انت بتاخد تكلفه قليله قوي ولا انت بتاخد تكلفه عاليه قوي، فده يبقى اوبشن كويس قوي ليك. الخلاصه: التوكيل مش دايما مستغل، ورا التوكيل مش دايما الافضل. فلو عربيتك جديده اوعى تغامر، ولو عربيتك قديمه اختار دايما الافضل مش الارخص. وما تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنتات بتعملوا صيانه فين وليه. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير لكل اصحابكم. وكان معكم مؤمن الوزير، واشوفكم في الفيديو الجاي على خير.